السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، إن شاء الله ندخل مع بعض كده المطبخ، نجهز الرز الجميل ده كده ونشوف عملناه ازاي وخلطته معانا ايه. يلا بينا مع بعض ندخل المطبخ نجهزه سوا. حبايب قلبي، هنعمل الرز اهوت، وهنستعمل بقى فيه الصوص بتاع الفراخ تحفة إن شاء الله. هتجربوه مش هترضوا تعملوا الرز إلا بالطريقة دي. بسم الله. معايا هنا معلقة سمنة اهوت، هنحطها على النار. هنحط البصله كده يا حبايبي، ده شبه يعني رز بالخلطه ديت. الخلطه بتاعته دي تحفه ان شاء الله. هتجربوها، مش شرط يعني رز بسمتي مش موجود، هنعمل احلى منه بالرز المصري ان شاء الله. بسم الله. ونحط عليها برده شويه فلفل اسمر كده، بيدوا ريحه جميله جدا جدا مع البصل. شويه الفلفل وشويه الملح اثناء تشويح البصله ده. انا مش هحمره، احنا بندبله بس. وشويه ملح برده صغيرين كده، واعمل حساب الخلطه فيها ملح اهو يا حبايبي. انا بدبله بس، عاوزاه يلمع معايا ويدبل، وبعدين نحط بقيه الاضافات معانا كده يا حبايب قلبي. معايا فلفلايه صغيره بلدي بارده ونص كده سبايسي. اللي بيحب حاجه من دول يحطها، واللي ما بيحبهاش عادي مفيش مشاكل. بس بصراحه الميكس الاتنين مع بعض تحفه في الرز ده ان شاء الله. جربوه هتقولي رايكم. هنديهم تشويحه صغيره كده مع بعض، وبعدين نحط معايا برده طماطمايه متقطعه صغير كده، طماطمايه صغيره، لان انا معايا الخلطه هنا بتاع الفراخ فيها كل حاجه. اديهم تشويحه مع بعض كده، وبعدين احط الطماطمون. هسيبهم بقى كده يتسبكوا وياخدوا من طعم بعض كده شويه، ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. احط شويه بس كركم يا حبايب قلبي صغيرين. انما انا معايا الخلطه بقى اللي هي باقيه من الفراخ ديت. الصوص بتاع الفراخ تحفه، اللي هو ده يا حبايب قلبي انا عمري ما فرط فيه. تحفه تحفه تحفه. ده بقى هزود بيه في الجمال كله على الرز بامر الله. هتاكلوا رز بالصوص بتاع الفراخ ده ما حصلش، لان طبعا الاولاد مش هياكلوه اللي هو الصوص. فانا قلت اعمل بيه الرز. انا بعمله كده بصراحه على طول، ومع الرز البسمتي برضو بعمله، بس طبعا مش متوفر الرز البسمتي. مش معنى كده ان احنا مش هنعمل، لا هنعمل، وهنعمل احلى حاجه كمان. هحط هنا يا حبايب قلبي ليمونيه مجففه، وعود قرفه، ورقتين لورا، وحبيتين حبهان، وفتحاهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، عشان الطعم والنكهه كلها بعد ما بتتفتح. بسم الله. هديهم تشويحه برده كده، واضيف الرز بقى اشوحه معايا اهو يا حبايبي. الرز مغسول، هضيفه بقى هنا عليه يا حبايب قلبي. شوحناه كويس جدا. اهم حاجه التشويح ده، عشان كل حبايه الرز تتغلف بالماده الدهنيه، وتاخد من طعم كل الحاجات اللي احنا حطيناها في الخلطه دي. هنضيف بقى يا حبايب قلبي الصوص بتاع الفراخ ده. صدقوني والله ما حدش يتضايق منه، هتجربوه مش هتقدروا تستغنوا عنه تاني. بسم الله. بيودي الرز في حته تانيه خالص بامر الله. هنشوح برده بيه ثواني كده، وبنغلي ميه. هنكمل بقى لو في شوربه هنزود شوربه، انما احنا كده عندنا الصوص ده تحفه، وهيغنينا عن اي اضافات تانيه، لا شوربه ولا مكعبات ولا اي حاجه ابدا ان شاء الله. اهو يا حبايبي بسم الله. معايا الميه بتغلي، واللي عنده شوربه يزود، اللي بيحب المكعبات يحط مكعبات. بسم الله. هنظبط بقى عيار الرز ونظبطه كده ونغطي عليه. خلاص يا حبايبي اهوت هغطي عليه، وبدأ يغلي بقى، عشان طبعا معانا الميه مغليه، وكميه الرز حسب الاسره وحسب عدد الافراد اللي هياكلوا. والميه طبعا كل كوبايه رز مصري بيتحط لها كوبايه شوربه او ميه. هنغطي عليه ونسيبه يستوي، ونشوفه بعد ما يستوي مع بعض. بسم الله. يا حبايب قلبي بدأ يشرب، قلبته وهغطي بقى واوطي عليه خالص عشان يستوي مع نفسه كده. يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. الرز جميل جدا جدا، ريحته وطعمه تحفه تحفه كده. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم كده في الكومنتات ان شاء الله. يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، زي العسل اهو. ان شاء الله تعملوه وتجربوه الرز بالطريقه ديت والفراخ بتاعتي ان شاء الله، وهتعتمدوها، وهيبقى فطار زي العسل. وكل سنه وانتم طيبين.
واللي اول مره يشوفني ما ينسانيش بكومنت حلو كده ودعوه حلوه والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان نشوف كل محتواي وكل الوصفات اللي انزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.